السلام عليكم مع وصفات ام البنات روز. بسم الله بدينا وعلى نبينا صلينا وكي راهم دايرين احبابي. نرحب بجميع المشتركين ونشكر كاع اللي خلي لي تعليق ودعمني، ونقول لكم القناه قناتكم بيكم تكبر، واهلا وسهلا. جيت نتقاسم مع احبابي وصفة سهلة وسريعة واقتصادية وتحمل لك وجهك قدام ضيافك وتفرحي بيها وليداتك. كرات البطاطا المحشية بعجينة التوم، وهنا الحشو يبقى اختياري. ما قادر تحشيهم بالفيونداشي دجاج او لحم مفروم، هنا كل واحد وعلى حساب المقدور نتاعه. المهم بعجينة التوم تجيب نتها تحفة، ورافقتها مع مرق دجاج بالحمص، صدقوني جا روعة كما راكو تشوفوا معايا. هاد الكرات المحشية كرات البطاطا المحشية بعجينة التوم، طريقة الطهي تاعها جديدة وصدقوني ما يجي شارب الزيت ويجوا مقرمشين من برا وطريين من الداخل كيما راكو تشوفوا معايا. طبق يحمر الوجه، فرحي بيه وليداتك ولا ضيافك. هيا مع بعض نشوفوا جميع أسرار نجاحه وطريقة تحضيره. جربوه ردوا عليا في الكومنتير فضلا وليس امرا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. انا هنا كنت جبت قدر وضعت فيه البطاطا بعد ما غسلتها، ودرت كمية الماء وخليتها تغلي على نار متوسطة. نجيب لك كوت مينوت، ندير فيها حوالي 2 مغارف زيت ومغرف دهان. نحاول ندوب الدهان كيما راكم تشوفوا معايا. ونضيف اللحم، انا كان عندي فخذ دجاج كيما راكم تشوفوا معايا، ونحاول نقليه. في دي المرحلة نضفت حوالي حبة بصل كبيرة الحجم، كنت طحنتها بهذا الشكل ونخليها تتقلى مع اللحم كيما راكم تشوفوا معايا. ونضيف حوالي ربع عود قرفة ونجمة الأرض، ونحاول نقليهم مع بعض. في دي المرحلة نضيف مغرف طماطم مصبرة، طماط كونسونطري، ونحاول نقليها هي كذلك. وهذا سر من أسرار البنة، من تقلي كاع الخضار. ونضيف حبة طماطم متوسطة الحجم كنت طحنتها، ونخلي جميع الخضار تتقلى على نار هادية كيما راكم تشوفوا معايا. ونضيف
التوابل عندي مغرف صغيرة ملح، مغرف صغيرة سكر نقلها الحموضة نتاع الطماطم، ومغرف صغيرة كركم، ومغرف صغيرة زعفران، مغرفة صغيرة فلفل حلو، ومغرفة صغيرة حرور. نخلط جميع الخضار واللحم والتوابل كما راكم تشوفوا معايا. ونضيف كمية من الحمص ونخليها يتقلى. في دي المرحلة نمرق جهد ما يتغطى اللحم كما غادي تشوفوا معايا، ونغلق لكيكوت مينوت ونخليهم يطيبوا على نار متوسطة. هنا صاي طابت البطاطا كما راكم تشوفوا معايا، نطحنها ننقيها ونطحنها. وهذه هي بعد ما طحنتها نضيف حوالي مغرف صغيرة ملح، ومغرف صغيرة حرور، وربع مغارف مايزينا، وحوالي ربع مغرف خميرة الحلويات، وزوج بيض كما غادي تشوفوا معايا. نحاول نخلط جميع المكونات حتى نتحصلوا على عجينة كما راه غادي تشوفوها معايا. عجينة البطاطا، وهذه هي نخلوها ترتاح ما بيد نحضروا عجينة الثوم. نجيب مقلاة نديرها على نار متوسطة ونحط فيها مغرف كبيرة دهان كما راكم تشوفوا معايا، ومغرف كبيرة ثوم مفروم، ونخليه يتقلى، ونضيف ربع حبات مثلثات فرماج، والفرماج اللي يكون عندك متواجد في الدار، وربع مغارف فرينة. هنا نضيف فرينة ماشي مايزينا، ومغرف كبيرة بودرة ثوم، ومغرف صغيرة حرور، ورشة ملح. نحاول ندخل جميع المقادير مع بعضها البعض كما راكم تشوفوا معايا.
في دي المرحلة نضيف كاس اتاي ماء ونحاول ندمج جميع المكونات حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة كما راكم تشوفوا معايا. في دي المرحلة أنا ضفت الفرماج غابي، وهذا الشيء يبقى اختياري، يضيف بنة لعجينة التو. نحاول ندمج قاع المكونات مع بعضها بعض. صدقوني بهذه الطريقة هاد الكرات البطاطا المحشية حتى نتحصل بعجينة التو متماسكة، يجوا مقرمشين من برا وطريين من الداخل وما يشربوش كاع الزيت كيما غادي تشوفوا معايا. في صحن. هنا بعد ما سخن الزيت ونضيف حوالي مغرف كبيرة معدنوس مقطع ونحاول ندخله في العجينة التوم كما راكم تشوفوا معايا. نكورهم كرات صغيرة بهذا الحجم، نكمل كاع الكمية ونجيب العجينة البطاطا نستعين بالقليل من الماء وندي كمية من البطاطا، نحاول ما نكترش، ونحشيهم بعجينة الثوم كما راكم تشوفوا معايا. هنا الحشو يبقى اختياري، قادر نغيره بالفيون داشي لحم او دجاج ولا البيض فايض، هنا يبقى لكم الاختيار. وندير عجينة الثوم ونكورها، والشكل هنا يبقى اختياري كل واحد كي يبغي. في دي المرحلة انا كنت درت قدر وضعت فيه الماء يغلي، ونجيب كسكاس كما غادي تشوفوا معايا، وندير فيه قطرات من الزيت باش ما تلزقليش الكرات. ونوضع فيه الكرات ونفورهم. صدقوني هاد الكرات من ندير هاد المرحله ما يطلبوا زيت بزاف ويجوا مقرمشين وطريين من برا وما يشربوش الزيت. انا نكمل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه، نديرهم في الكسكاس ونخلوهم يفوروا حوالي دقيقتين كما غادي تشوفوا معايا. من تلمسهم نحسهم باللي جات طبقه هكا ما يقولوش يلصقوا. هاو المرق هنا نتاعي طاب واللحم طاب عفوا، ندير رشه البقدونس ونخليه يتجمر. ها وين بعد مرور دقيقتين هنا نجيب مقلاة ندير كميه قليله من الزيت ونعطيهم تحميره كما غادي تشوفوا معايا. صدقوني يجوا روعه وبنتهم تحفه، جربوها وردوا عليا في لي كومونتير فضلا وليس امرا، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. نكمل كاع الكميه اللي عندي بنفس الطريقه ونشوفوا في الطبق النهائي. وهذا هو شكل الكرات بعد ما فاروا بعد مرور دقيقتين. من تلمسهم نحسهم باللي طابوا، في هذا الوقت نقلعهم ونحمرهم في الزيت كما راكم تشوفوا معايا.
وهنا من نشوفهم حمارو نقلبهم للجهة الأخرى ونحمرهم كما راكم تشوفوا معايا. نكرر نفس العملية حتى نكمل قاع الكمية اللي عندي وبنفس الطريقة. صدقوني يجوا مشي شاربين الزيت ويجوا قرمشوا من برا وطريين من الداخل كما راكم تشوفوا معايا، وبنتهم تحفة. جربوهم الشيرات وردوا عليا في لي كومونتير فضلا وليس امرا. انا نكمل كاع الكميه اللي عندي وروحوا مع بعض نزينوا السلطه اللي رافقت لنا طبق اليوم. انا كنت فيضت 2 حبات بيض وقلعت لهم الصفار وقطعت حوالي 6 حبات زيتون بهذا الشكل، ومغرف كبيره معدنوس، ومغرف كبيره بصل، وحبة فرماج. تبلتهم بالملح والقليل من الحرور، وضفت لهم الزيت والخل ومغرف كبيرة مايونيز. نحاول نخلطهم مع بعضهم بعض ونتحصلوا على هذا الخليط اللي راكم تشوفوا فيه. نخليه على جنب ونروحوا مع بعض نزينوا السلطة. هنا نجيب صحن ونستف فيه الطماطم اللي كنت قطعتها دوائر بهذا الشكل، ونحط في الوسط الجزر ولا كروطة اللي كنت ربيتها بهذا الشكل وتبلتها، وضفت لها مغرف صغيرة مايونيز. نحاول نديرها في الوسط وندير فتحة كما راكم تشوفوا معايا، ونضيف الخس اللي كنت كذلك ثبلته، وفي الاخير نضيف البطاطا اللي كنت فيضتها ودرت لها وتبلتها وضفت لها مغرف صغيرة مايونيز. ونستف بياض البيض اللي كنت قطعتها بهذا الشكل، ونعمروه بالصفار اللي كنا خدمناه مع بعض بهذه الطريقة. أرجو أن تنال إعجابكم. ونزينها وندير رشة الفرماج رابي ورشة المعدنوس، تتقولي جبنينة. وهذه هي الكرات اللي كملتها، تجي مقرمشة من برا وطرية من الداخل وبنتها تحفة. نقسم أمامكم حبة
باش تشوفوها، صدقوني تجي تحفة. وهنا قدمتها مع المرق اللي كنا طيبناه بالحمص والدجاج كما راكم تشوفوا معايا. أرجو أن تنال إعجابكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. جربوها الشيلات وردوا عليا في لي كومونتير فضلا وليس أمرا. وهاي لاصوص اللي رافقت هذا الطبق اليوم. مع وصفات أم البنات روز. سلام.